أقدمت إدارة ثانوية محمد زيدان بولاية البليدة على طرد العديد من الطلبة ومنعهم من دخول الأقسام بحجة عدم دفعهم لمبلغ 500 دينار جزائري لكل طالب ثمن السبورات التي تعرضت إلى التخريب من طرف مجهولين. هو ما اعتبره الأولياء بالتصرف غير مسؤول بطرد أبنائهم ومعاقبتهم بشكل جماعي وجمع الأموال بطريقة غير قانونية. عبد العباس سنصل لنا التالي. صباح وزنا علي جا السبوره خرجونا من القسم وقالوا لنا خلصوا الدراهم، واحنا ما كسرناش السبوره وقلنا خلصوا 100,000 ولا 50,000 وقلنا ما نخلصوش، قالوا لازم تخلصوا ما قريناش كاع من 8 قالوا ما تقراوش كاع، قالوا حتى جيبوا الدراهم. الطفله جات الصباح تقرا على 8 بيبات لي بالتليفون قالت لي روح لي جيت شفتهم برا كاع لي زينب واش قال لك خلصوا، قالوا نجيبوا 50 تاع الطابلو. دخلت ماشي بان جينيرال قالت لي لا قانون، قلت لها بون كاين ماده تقول اذا كان قانون نخلصوه. قالت لك لا قلت لك يخلصوا، قالت لك وخا تقرا شو كيكونوا بيبان بورسي شو لي كادنا. جاو الجدرميه جاو لابوليس دير اجراءات، حصلوا في التلاميذ قالوا لهم اما تخرجوا الفاعل والتلاميذ ما عرفوش بيان سير شغل اكس هذا اللي اسمه، قالوا لهم تخلصوا الدراهم ولا ما تدخلوش تقراو. هذول النهار طروازيام قالوا لك خاطر يمهم يحاجوا فيهم مكلايس، قالوا لهم هذول يم 3 ايام ما قراوش ولا من السمانه اللي فاتت ما خلاهمش يدخلوا. للإشارة فقد حاول تلفزيون النهار التقرب من مدير المؤسسة التربوية لأخذ انطباعه حول الموضوع إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح.